الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هعلمكم ازاي تعمل قاعده للبطاريه. لو جبت بطاريه كبيره، طبعا بطاريه بلادها بتبقى 40، لو عايز تكبر شويه تجيب بطاريه 60 ولا 70 ولا حاجه. طبعا مش هتركب على القاعده دي لانها هتبقى كبيره عليها، فهعلمك ازاي تعمل لها قاعده تقعد فيها، لان ديت مش نافعه طبعا. اهي هنفك القاعده القديمه. هنجيب حتة صاجة زي دي، ملي ونص ولا 2 ملي. هنسيب مثلا 3 سنتي هنا و3 في الجنب التاني. احنا ممكن نعملها عالية عادي على قد الصاجة، بس هنقصها. نخليها على مقاس الصاجة بالظبط. هنخليها 5 سنتي داير ما يدور، ولو 3 سنتي عادي. انا هعملها على قد الصاجة اللي موجودة عندي. هنيجي هنا كده هنعلم 5 سنتي. خمسة في 5. احنا هنعملها القاعدة عالية شوية بتاعتها عشان تحكمها، ولو 3 سنتي افضل طبعا. انا هعمل على مقاس الصاجة اللي موجودة قدامي. هنجيب 5 سنتي من هنا و5 سنتي من هنا، هنعملها زي مربع كده. اوريك الطريقة ازاي. النضارة كده يا محمود. طبعا هنقص دول، هنقص دول وهنقص دول كده. العلام ده كله هيتقص.
خلاص احنا قطعناه بالشكل ده. هنبدأ بقى نتني دول. هتلاقيه مروق يعني. ماشي يا بقول لك الوقت الترميمات ده طبعا ده هتتنى كده الاربع شفف دول عشان الناس تشوف. بس بقى هنا تنايه هنعملها عليها. عندي تنايه صغيره عاملها على ايدي كده، هنتني عليها. فرضنا احنا ما عندناش تنايه زي دي، هنعمل ايه؟ هنيجي على اي حته، لو ياكل المنجله مثلا، هنجيبها نربطها على منجله مثلا كده. ممكن نحط لها حتتين حديد عليها مثلا. ثانية واحدة حديد. هنربطها على المنجلة بالشكل ده اهي، وهنتنيها بس كده. لو انت ما عندكش الايه، لو ما عندكش تناية هتعملها على المنجلة زي ما انا عملتها كده بالظبط اهي. علبة اتقفلت معايا اهي، والتانية برضه هتبقى نفس النظام. فكرتها بسيطة خالص وسهلة. هي محتاجة بس لو عندك صاروخ ولا حاجة هتصممها ان شاء الله. اهي كده العلبة صممت معانا اهي. هتتلحم بس من الجناب دي. هنجربها كده نشوفها هتيجي على مقاس جاي على المقاس بالظبط اهي، من هنا ومن هنا اهي. ماسكه هنا طبعا، دي مفتوحه من هنا عشان البطاريه لها حرف من تحت. الحرف ده داخله بالمقاس مظبوط بالظبط اهو، ما فيهاش ولا ملي اهي.
هنبدأ بقى نخرمها خرم هنا وخرم هنا عشان القفيز بتاع البطارية. هات شحم كده. طبعا هنعلمها ازاي. هنجيب القاعدة القديمة اهي معايا وهنوصلها في النص هنا وهنعلمها بالقلم معانا. اهي عشان تيجي على قد الاخرام اللي هناك بالظبط. هنخرم دول ونثبتها وهنلحم دول وكده القاعدة خلاص خلصت. قاعدة شيك اخر شياكة اهي. هنعمل فيها صينية بطاطس. وشكرا.